لما عملت فيديو شباب خمسيني وكنت بتكلم على ظلم الاجيال لبعضها، ان هو كل جيل بيظلم الجيل اللي بعده، وان هم كانوا بيفضلوا شباب لحد لما يوصلوا ل 60 سنه. فانا ذكرت الجيل بتاع احمد السقا وهنيدي ومحمد سعد، وذكرت الجيل بتاع عصام عمر واحمد مالك وطه دسوقي. فالناس قالوا لي يا بود انت نسيت الجيل الان بتوين ما بينهم. واحد تلاتة. فين بقى ان بتوين؟ واللي هو انت في 10 سنين تخطيتها كده. فاحنا النهارده هنتكلم على الجيل ده، هل هو كان جيل ضعيف ولا مظلوم، وجيل ظلم الجيل اللي بعده، ولا هو اتظلم، ولا ما فيش حد جه جنبه. فهنتكلم على الفتره الزمنيه دي. والجيل ده بقى المقصود بيه اللي هو حسن الرداد وعمرو يوسف وشيكو وهشام وفهمي والناس كلها اللي عملت افلام بطوله من 2010 ل 2020. واولا الجيل ده كان جيل نحس، ان هو بدأ في اسوأ فتره في السينما في مصر، اللي هو من بعد 2011 او من بعد الثوره. واللي هو اصلا في الوقت ده ما كانش فيه شركات انتاج كبيره كانت عايزه تنزل بافلام. هي كانت شركه واحده تقريبا الكبيره، هي شركه السبكي، وما كانتش بتصرف على الافلام. وكل المنتجين اللي كانوا بيساووا شركه السبكي في الوقت ده، ان هو فيلم يتعمل في اسبوعين ثلاثه اي كلام، ممثلين مش هياخدوا اجور كبيره، وهو بحيث كمان برضو ان الفيلم ده هينزل في السينما مش هيطول، اخره شهر ولا 5 6 اسابيع وهيتشال. وكان السائد في كل الافلام اللي حصلت في الفتره دي على الاقل مثلا لحد 2017 ان هي كانت السيناريوهات ضعيفه، الفيلم كله عباره عن مشهدين واغنيه ورقاصه. وحوار الاغنيه ده على فكره هو لسه مستمر معانا لحد دلوقتي. يعني انت كان زمان على فكره من ايام عادل امام واحمد زكي كانت بتبقى في اغاني تحس ان ليها هدف، ليها فكره، معموله بطريقه كويسه. هنا بقت هو لازم هيحط لك اغنيه عشان دي اللي هتبقى ترند، او دي اللي هتخلي الناس تسمع عن الفيلم. زي مثلا فيلم وفيها ايه يعني، في قعدوا يمهدوا ان هو هيحصل اغنيه للمشهد، ان هم هيروحوا فرح السكيورتي، فراحوا فرح السكيورتي عشان يلاقوا احمد سعد بيغني. هي دي الفكره وخلاص. هل بقى القصه دي او الحته ان هم قاعدين ان هم يقول لك السكيورتي ده حبيبهم وبيجيبوا لهم اكل وهو حد من عيلتهم عشان حاجه بعد كده؟ لا، هو كانت تمهيده ربع ساعه بعد كده عشان يقول لك سبب احمد سعد هيجي يغني ليه. بعد كده احمد سعد وراجل السكيورتي ده بيختفوا من الفيلم. او برضه فيلم بيت الروبي بتاع كريم عبد العزيز حصل نفس الفكره، ان هم قعدوا يدوروا على ورق ومش عارف ايه لحد لما يروحوا فرح شعبي فيغنوا هناك، فيعملوا اغنيه، فالاغنيه دي تطلع ترند، فيقعدوا يلفوا حواليها تلت ساعه. فتحس ان من الوقت ده بقت الاغنيه تاخد حيز من الفيلم كبير جدا، عكس زمان مثلا ان هو كان بيخلي لك على طول كده الممثل يخش يغني الاغنيه بتاعته دقيقتين 3 دقايق وخلاص، يا اما كانت الاغنيه تشتغل في الخلفيه لو في اي احداث مثلا زي فيلم في شورت وفانيلا وكده. زائد برضو ان في الفتره الزمنيه دي كانت الافلام اللي مكسره الدنيا هي الافلام البلطجه او العشوائيات. اي مخرج عايز يعمل فيلم عشوائيات وبلطجه وضرب وسنج ومطاوي، هي دي الافلام اللي كانت ماشيه ساعتها. ان انت كنت ممكن تلاقي مثلا في السنه نازل 20 فيلم او 25 فيلم، منهم 15 فيلم او مثلا 17 فيلم هي افلام عشوائيات وبلطجه بس. ونجوم كتير حاولوا يطلعوا في الفتره دي ان هم يبقوا استنساخ من محمد رمضان، ولكن افلام محمد رمضان وافلام النجوم دي كلها وقعت. وهنبقى نعمل فيديو مطول للفتره الزمنيه دي في الافلام الشعب، عشان ال10 سنين دول هم عايزين 5 6 فيديوهات يشرحوهم على الاقل. زائد كمان ان كان في الوقت ده في السينما كل النجوم الكبيره اختفت، يعني محمد هنيدي وكريم عبد العزيز ما بقوش بينزلوا فيلم كل سنه. نفس الكلام احمد حلمي ومحمد سعد. طبعا محمد سعد كان كل سنتين 3 بيحاول محاوله فاشله، ولكن الجيل ده كان كله ضعف. زائد ان هو ما بقاش فيه افلام، ان هو ما بقاش فيه منتج هيقدر يستحمل تكلفه الممثل ده، وما فيش ايرادات. فهتلاقي مثلا محمد هنيدي كان بينزل في فيلم في سنه ويريح سنتين 3 ويرجع تاني يعمل فيلم بعدها بسنتين. فهو اصلا كان في الفتره دي ما كانش فيه نجوم كبيره بتنزل بعمال ترخم على الجيل اللي جاي بعدهم. نيجي بقى للجيل نفسه اللي انا بشوفه ولا هو عنده ذكاء واداء الجيل اللي قبله اللي هو جيل السقا وهنيدي، ولا عنده موهبه وقبول الجيل اللي بعده اللي هو جيل احمد مالك وعصام عمر. والجيل ده كان متقسم ل4 فرق، كل فرقه بستايل وشكل معين. اول فرقه الفرقه اللي هي الوسيمه، ان هم طلع 3 4 نجوم دول اللي هم هيبقوا خلاص جينات السينما المصريه، اللي هم هيعملوا افلام رومانسيه او كوميدي رومانسي بس. زي عمرو يوسف مثلا لما ابتدى يظهر يعمل افلام رومانسي زي مثلا فيلم بارتيتا او فيلم الكدبة كل يوم، وطبعا فيلم هيبتا او ولاد رزق اللي هي كانت بطوله جماعيه. وعمرو يوسف دلوقتي بقى بالنسبه لي بقى من اكتر الممثلين اللي انا ما بقدرش اتفرج عليه بسبب تصريحاته اخر كام فيلم عملهم. حتى دلوقتي لما نزل المسلسل الفرنساوي ده ما استحملتش حتى ان انا اخش اشوف المسلسل ده بيقول ايه. او حسن الرداد اللي كان في نفس الفتره الزمنيه دي كان بيعمل بقى الرومانسي الكوميدي زي فيلم زنقة الستات وجواز اميري وفيلم عقده الخواجه وفيلم عشان خارجين، الافلام اللي بريحه السك دي. وانا لازم يعني ان شاء الله في الشهر ده اعمل لكم فيديو عن عائله السبكي عشان ابقى مرتاح نفسيا، عشان عيله السبكي في الفتره الزمنيه دي بالتحديد كانت بتعمل اسوأ افلام انت ممكن تتفرج عليها في حياتك. والممثل الثالث اللي معانا في الجيل ده برضه، وكل الجيل ده هو كان فتره انتشارهم في الالفينات
الالفينات ان هم مثلا من 2004 2005 لحد 2010 ابتدوا يعملوا بطوله من بعد 2010. والاسم الثالث معانا هو محمد امام. وبرده محمد امام كان ماسك حته الكوميدي الرومانسي زي حسن الرداد، ان هو عمل فيلم كابتن مصر وجحيم في الهند وهنا والسرور، نفس تقل الدم بصراحه بتاع حسن الرداد، مفيش حاجه اتغيرت. ولكن انا ممكن اتقبل محمد امام عن حسن الرداد. واحنا خلاص يعتبر احنا خلصنا الفئه بتاعت الرومانسي الكوميدي دي، انت مش هتلاقي ولا واحد فيهم موهوب. يعني هما الثلاثه ممكن طالعين علشان شكلهم، البنات بتحبهم، كل الحاجات دي. اكيد على فكره حتى اسوأ فيلم كوميدي ممكن ينزل هتلاقي في ناس بتحبه وفي ناس جمهور ليه، ولكن بتبقى نسبه قليله. يعني ممكن بقى تبقى 10% من الجمهور العام، 15%، عشان ممكن حد يقول لي لا انا بحب الفنان ده او بحب نوع من الافلام اللي هو بيقدمها. نيجي بقى للفئه بتاعت الشعب الكوميدي، ودي برضو كان متريثها المنتج اللي احنا هريناه كلام بس مش هنذكره تاني بقى لحد لما نيجي الفيديو بتاعه، وهي كانت الجروب بتاع سعد الصغير. يعني انت بقى هتلاقي سعد الصغير بمحمود الليثي ببوسي بكل الناس دي كانوا هم اكتر ناس بيشتغلوا في الفتره الزمنيه دي. ان هو ده كان ميكس الفيلم، ان فيه 2-3 ممثلين ما بيشتغلوش على 2 مطربين شعبيين على رقاصه او 2 على حسب ما ربنا يكرم يعني. وانت كل لما تزود رقاصات كل لما الفيلم بتاعك الاغاني بتاعته تجيب مشاهدات اكتر. فاتعمل بقى افلام زي فيلم مثلا ولاد البلد سنه 2010، فيلم شارع الهرم 2011، فيلم حصل خير سنه 2012. والفيلم ده اللي محمود الليثي اتضرب على قفاه اكتر مكان في حياته. اشتكي والنبي صبح اهي ليه. فيلم 2013 فيلم عش البلبل، برضه احنا لسه مستقرين على سعد الصغير ومحمود الليثي ودينا رقاصه وبوسي، معانا 2-3 ممثلين بيمثلوا وحش وخلاص. و2014 فيلم عمر وسلوى، هي نفس التيمه مفيش حاجه اتغيرت. 2015 فيلم عيال حريفه، بسم الله ما شاء الله السبكي ربنا ما كانش بيقطع له عاده في الافلام دي، ان هو كان كل سنه لازم فيلم من النوع ده ينزل. 2016 فيلم 30 يوم في العز، وابتدت تتراجع دينا الرقاصه عن صداره الافيش او البوستر وابتدت تنزل مكانها صفينار، ان دي كانت الفتره او الوقت بتاعها اللي هي كانت شغاله فيه. لحد 2017 لما اتعمل فيلم امان يا صاحبي برضه بطوله سعد الصغير، ومن بعد كده بقى خلاص ابتدت الافلام بتاعتهم تقل. والافلام اللي انا ذكرتها دي هي الافلام اللي كان فيها سعد الصغير والليثي والتيمه دي لوحدها. كانت برضه في افلام تانية فيها مطربين شعبيين بس انا ما ذكرتهمش عشان كده هنقعد اليوم كله. والفئه الثالثه معانا بتضم الفئه الكوميديه بقى زي مثلا شيكو وهشام ماجد وفهمي. وبالمناسبه على فكره الثلاثي ده ما عملش افلام كتير في الفتره الزمنيه دي، يعني هم عملوا سمير وشهير وبهير وبنات العم، وبعد كده الحرب العالميه الثالثه. الثلاث افلام دول اتعملوا مثلا في 7 سنين ولا في 8 سنين. وكان برضو موجود في الوقت ده رامز جلال، ان هو عمل افلام كتير زي مثلا مراتي وزوجتي وغش الزوجيه وكونغر حبنا ورغده المتوحشه وسبع البرومبا. ورامز جلال تقريبا هو اكتر ممثل كوميدي عمل افلام في الفتره دي، ان هو اسمه كبير شويه. بقيه الممثلين هم كانوا بيشتغلوا سنه او 3 سنين لا، زي احمد مكي اللي قعد في ال20 سنه دول عمل فيلمين بس، فيلم سيما علي بابا واللي انا ده اتكلمت عليه قبل كده وقلت الفيلم كان ضعيف. هو احمد مكي قال ان هو ده فيلم للمستقبل هيبتدوا الناس تفهمه وكده، ولكن انا لحد دلوقتي ما بحبوش. وفيلم سمير ابو النيل اللي هو كان اقوى منه بكتير والكوميديا بتاعته كانت حلوه. فانت لو بصيت بنظره واسعه عن كل الافلام الكوميديه اللي نزلت في ال10 سنين دول انت هتحس ان هم مش هيجوا حاجه جنب الافلام اللي نزلت في بدايه الالفينات زي بقى فيلم الناظر وافلام محمد هنيدي ومحمد سعد. عشان كده انا في الفيديو بتاع شباب خمسيني ما ذكرتش الجيل ده، ان انا حسيت ان هو ولا ضغط على الجيل اللي بعده ولا الجيل اللي قبله ضغط عليهم ولا هم، هو بس الوقت اللي ظلمهم، لكن هو ما كانش في حد عنده الكاريزما ولا الموهبه الكافيه ان هو يستمر. حتى النجوم بتاعت الوقت ده اللي لحد دلوقتي بتعمل افلام بطوله هي بتنزل تجيب ايرادات على قدها، والقاعده الجماهيريه بتاعتهم مش كبيره قوي، ما عدا 2-3 زي مثلا هشام ماجد. هشام ماجد هو الوحيد اللي ابتدى يتالق، وكمان مش في ال10 سنين دول، هشام ماجد ابتدى يعمل حاجات جامده جدا بعد 2020. والفئه الرابعه بقى وانا بسميها فئه الصرف الصحي، ان الفئه دي كانت اكبر فئه، يعني كل الممثلين دول ما يجوش مثلا اللي احنا ذكرناهم كلهم ما كانوش يجوا 30% من السوق في السنه، 70% بقى كانت كلها افلام تحت السلم. ظهر بقى فيها ممثلين زي مثلا اخو امير كرارة عمل 4-5 افلام كده، افلام برضه صعبه جدا وكانت بقى عشوائيات من تحت، يعني هي اسوأ من افلام محمد رمضان واسوأ كمان من الافلام للممثلين اللي كانوا بيقلدوا محمد رمضان زي بقى محمود عبد المغني وفراج والناس دي. وكانت في الافلام الشعبيه اللي كانت عباره عن كباريه والستات قلعه وخلاص، زي بقى فيلم البرنسيسه وافلام غادة عبد الرازق اللي في الفتره الزمنيه دي، تحس
ان برضو افلام بتنزل بلا هدف وبلا فكره، وحتى برضو ما كانتش بتجيب اي ايرادات. وكانت في افلام برضو نزلت زي فيلم ظرف صحي ولا صرف صحي. الافلام دي كلها تحس ان هو اتشد عليها السيفون بعد 2020 ومفيش قنوات بقت بتعرضها. وكل النجوم اللي احنا اتكلمنا عليهم دول هم كانوا بيشاركوا محمد حمدان في الفتره الزمنيه بتاعته. يعني ال10 سنين دي لو طلعت نجم واحد فهو هيبقى محمد حمدان. انه محمد رمضان هو اللي عرف يتسلق على الافلام بتاعه البلطجه وخلى الشباب تعرف تحبه وعايزه تقلده، وكان كاريزما في الحته دي. عرف يعمل الشعبي بطريقه، يعني على فكره كان كلهم بيعملوا شعبي ولكن كانت موهبه محمد رمضان مدياله افضليه زياده شويه. ومحمد رمضان في الوقت ده كان هو اكتر واحد بيجيب ايرادات. يعني تقريبا كان فيلم عبد موته كان معدي ال 20 مليون جنيه، في حيث ان كان محمد سعد لما كان بينزل هو وحلمي او اي حد من الجيل ده ما كانش بيعدي ال 10 مليون جنيه. وحصل مع محمد رمضان العكس تماما بعد الفتره الزمنيه دي ما انتهت وارتحنا منها. ان هو بعد 2018 او 2019 محمد رمضان لما بينزل باي فيلم ما بيجيبش ايرادات. يعني هو اخره هتلاقيه بيجيب 20 مليون 30 مليون، اقصى فيلم ليه مثلا هتلاقيه جاب 33 مليون او 35 مليون. في حيث ان دلوقتي ان سقف الايرادات عماله بتزيد كل سنه، ان هتلاقي في افلام عدت ال 100 مليون من سنتين ثلاثه، بعد كده في افلام كسرت ال 150 مليون، وهكذا بعد كده ال 200 مليون وال 250 مليون. ولكن محمد رمضان هو لسه مستمر ان هو رقم واحد في المسلسلات او في التلفزيون بس. وبس كده اكون انا خلصت كلامي، وباكد ان الجيل ده ما اتظلمش عشان الفتره الزمنيه اللي ظهر فيها بس واحداث الثوره والاحداث اللي حصلت في مصر. لا، الجيل ده كان 90% منه ما كانش عنده موهبه اصلا، وفي اللي طلع بالكوسه وفي اللي طلع عشان شكله وخلاص. فعشان كده الجيل ده هتحس ان هو مهمش وتايه ما بين الجيلين، الجيل اللي قبله والجيل اللي بعده، اللي هو فيه نسبه كبيره منهم قوي ناس موهوبه، حتى لو هم في ناس منهم مش موهوبين الموهبه الجامده جدا ولكن هم مجتهدين في الادوار اللي هم بيعملوها. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش.